شركة GAC مش بس شركة سيارات، دي قصة نجاح بدأت من الصين ووصلت للعالم كله بخبرة طويلة في صناعة السيارات. GAC قدرت توازن بين الجودة العالية والتكنولوجيا الحديثة علشان تقدم لك سيارات مش زي أي سيارات. وعلشان نكون صريحين، لما نتكلم عن GAC لازم نتكلم عن إيميكو، السيارة اللي هتغير فكرتك عن القيادة. تصميم عصري، تكنولوجيا مبتكرة، وأداء ما بيتكررش. إيميكو مش بس سيارة، دي تجربة هتعيشها. مع إيميكو هتكتشف معنى التميز الحقيقي على الطريق. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا عمرو مجدي، وفي الفيديو ده هنكمل استكشافنا لعربية من ضمن عربيات GAC وهي إيميكو. وكنا عملنا فيديو للسيارة GAC إمباو تقدر تشوفه على قناتنا على يوتيوب. GAC إيميكو عربية بتصنف كومباكت كروس اوفر مدمجة، والعربية متوفرة بثلاث فئات اسعارهم في الوقت الحالي 1,270,000، 1,380,000، 1,480,000. وتقدر تشوف الاسعار محدثة من خلال موقع كونتاكت كارز، هسيب لك اللينك في الوصف. العربية دي أول ما تشوفها تحس إنها جاية من المستقبل، وتصميمها هجومي ورياضي جدا. الشبكة الأمامية كبيرة ومليانة بخطوط حادة مع لمسات كروم بتديك شياكة، والفوانيس الأمامية LED ورفيعة كأنها عيون بتتحداك، والمرايات الجانبية جاية بشكل ديناميكي، والجنوط حاجة فخمة جدا، مقاس كبير وبتزود الطابع الرياضي للعربية. جوه العربية تحس انك قاعد في كوكب التكنولوجيا، كل حاجة متصممة بطابع عصري وأنيق، من الجلد الفاخر اللي مغطي التابلو لحد الخطوط الانسيابية اللي بتكمل الإحساس بالشياكة. الإضاءة المحيطية بالألوان بتديك شعور رايق جدا، وكل التفاصيل الصغيرة معمولة بإتقان تخليك تحس إنك راكب حاجة مميزة. العربية فيها تجهيزات كتيرة وحلوة، منها الشاشة الرئيسية بمقاس 10 بوصة بتدعم أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، وعندك شاشة عدادات 7 بوصة بتقدم لك كل المعلومات الأساسية عن السيارة، وتقدر تغير الشكل أو الوضع بتاع تصميم الشاشة. عندك كمان كراسي جلد كهرباء وفيها تبريد. مساحات الركوب في العربية ممتازة إذا كان قدام أو ورا. مساحة الركوب الخلفية تاخد 3 أشخاص جنب بعض مرتاحين عشان مفيش نفق فتيس، ومساحة الأرجل كبيرة ومساحة الرؤوس ضخمة. مساحات الرؤية في العربية ممتازة، عدا مساحة الرؤية الخلفية صغيرة شوية، وده راجع لتصميم العربية. وعندك كمان العربية بتديك فتحة سقف بانوراما كبيرة بتغطي العربية كلها. ومساحات التخزين جوه العربية جيدة جدا، ومساحة الشنطة الخلفية 410 لتر، ودي مساحة ممتازة، والشنطة الخلفية كهرباء. وتجربة السواقة في العربية دي ممتازة، وما فيهاش أي حاجة هتضايقك كعربية عائلية. العربية بتتوفر بموتور 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، بيطلع قوة 170 حصان وعزم 270 نيوتن متر. والموتور ده متوصل بفتيس ديول كلتش 7 سرعات ويت، في تبريد بالزيت، والعربية بجر أمام العجلات. ارقام الاداء من 0 ل 100 في 10 ثواني، والرقم ده كبير شويه، بس ده طبيعي لان العربيه تصميمها مقاوم للهواء وحجمها كبير ووزنها تقيل. اداء الموتور نشط وسريع واستجابته حلو، وعندك اللاج بتاع التربو مش هتحسه قوي. الموتور اداؤه حلو على مختلف الRPM اذا كان عالي او واطي. وبيعزز التميز بتاع الموتور ده الفتيس، مفيهوش اي مشاكل، بيديك النقلات بالشكل المظبوط على حسب وضعيه القياده اللي انت ماشي عليها. وعندك بقى مع الاداء الرايق ده متوسط الاستهلاك بتاع البنزين ما بين 8 ل 9 لتر لكل 100 كيلومتر. نظام التعليق في العربيه جيد جدا، مايل للراحه شويه، بيخلي العربيه تمتص النار المطبات وما بتحسش تفاعلها مع الطريق في جسمك على السرعات العاليه، علشان خاطر كرسي العربيه بيدعمك بشكل ممتاز. ونظام التعليق ما سابش الثبات، العربيه موزونه بشكل محترم، تقدر تناور على السرعات العاليه وتخش ملفات على سرعه وكده. والعزل الصوتي في العربيه ممتاز من حيث عزل صوت الهواء والعفشه والضوضاء الخارجيه. وتكييف العربيه دي رائع وممتاز، بيبرد المكسوره بشكل سريع عشان الفتحات بتاعه التكييف كبيره. وغير كده عندك تبريد في الكراسي الاماميه، وكمان تقدر تشغل العربيه عن بعد قبل ما تركب عشان تكون بردت على ما توصل لها. انظمه الامان في GAC كتيره، والانظمه المهمه موجوده. عندك 6 ايرباج، وABS نظام منع انغلاق الفرامل، وEBD نظام توزيع قوه الفرمله للعجلات، وESP نظام الثبات الالكتروني، وتراكشن كنترول نظام توزيع قوه الموتور على العجلات، وTBMS نظام مراقبه ضغط الاطارات، وهيل هولد كنترول نظام مساعده طلوع العربيه على المطالع، وهيل ديسنت كنترول نظام مساعده نزول العربيه في المنحدرات، وبريك اسيست نظام بيديك كامل قوه الفرمله قبل ما رجلك توصل لاخر الدواسه في حالات الطوارئ، وإمرجنسي بريك نظام مكابح الطوارئ بيخلي العربيه تقف لو خلاص هتعمل حادث او هتخبط حد، ولين كيب اسيست نظام بيخلي العربيه تمشي جوه الحاره اوتوماتيك، وفرونت كوليجن وورنينج نظام منع التصادم الامامي، ومثبت سرعه ذكي وتفاعلي. الخلاصه في GAC إيميكو، العربيه دي موجهه للعائلات وللرحلات والسفر. العربيه بتقدم لك مميزات كتيره، اهمهم التصميم الخارجي والداخلي، والتجهيزات الكتيره المهمه والاضافيه، والخامات الممتازه، ومساحات الركوب الواسعه، ومساحات التخزين الكتيره والكبيره، ومنظومه حركه ادائها جيد جدا، ونظام تعليق مريح، وعزل صوتي ممتاز.
وتكييف قوي وانظمه امان كتيره ومهمه. جي اي سي ايميكو عربيه شيك ومريحه وشكلها حلو وعمليه. وفي الختام شكرا لك على المتابعه، اتمنى تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش تتابعنا على يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، اسيب لك اللينكات في الوصف. كمان ما تنساش تسيب لي رايك عن العربيه في التعليقات، وكمان لو في عربيه عايز نراجعها سيب لي اسمها في تعليق. شكرا لك على المتابعه، مع السلامه.